مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اقليم عنسبة يحتفل باليوبيل الفضي لبدء برنامج الخدمه الوطنيه. شعلة ورسا بالاقليم الجنوبي تختتم رحلتها. مكتب التعليم في الاقليم الجنوبي يقيم انشطته التعليميه. سقوط قتلى في انفجارات بكابول. كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى. لافروف يؤكد أن روسيا ستواصل تعزيز التقاليد التاريخية مع كوبا. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. يحتفل إقليم عنسبة منذ 24 من يوليو باليوبيل الفضي لتأسيس ساوا وبدء برنامج الخدمة الوطنية، ويشمل الاحتفال المستمر حتى 27 من يوليو على السمينارات والحوارات ومعرض الصور ومسابقة المعلومات العامة والأنشطة الثقافية والفنية وزيارة مواقع النضال التاريخية. وقام شباب وقطاعات المجتمع الأخرى يوم 24 من يوليو برحلة سير على الأقدام إلى منطقة جوفا التي شهدت معارك ضارية يوم 11 من مايو عام 1988 ضد قوات الاستعمار الأثيوبي، حيث قدم المناضلين المشاركين في تلك المعارك وكذا السكان شرحا وافيا للمشاركين في المسيرة عن تلك الأحداث. ومن جهته أشاد مدير مدينة كرن سيزر إزق داويد في الكلمة التي ألقاها بدور الخدمة الوطنية والشباب الذين شاركوا في هذا البرنامج الاستراتيجي، وقال أن ذكرى اليوبيل الفضي للخدمة الوطنية مناسبة لتذكر البطولات السابقة وتجديد العهد لتحقيق البطولات القادمة. اختتمت شعلة ورسائل المعدة بمناسبة اليوبيل الفضي لبدء الخدمة الوطنية وتأسيس سوا في 24 من يوليو الجاري رحلتها التي بدأتها في صباح 22 من يوليو الجاري من منطقة ماي عداقة في مديرية دقم حريب بالإقليم الجنوبي، المنطقة التي اختتمت فيها حرب التحرير. اختتمت رحلتها بدفاعات عد بقيعو، المنطقة التي صنع فيها أعضاء الخدمة الوطنية معجزة بطولية خلال إفشالهم لغزو الوياني في الحملة الثالثة. ففي الوقت الذي وصلت فيه الشعلة إلى مديرية عد دخالة محاطة بسكان عد عاقة وإمن حيلي وعد أوحي، بالإضافة إلى أعضاء قوات الدفاع المرابطة في تلك المناطق والطلاب المنخرطين في الحملة التنموية الصيفية، ودعها السكان والشرطة وأعضاء قوات الدفاع البواسل بمراسم تليق بمكانتها لمسافة تقدر بكيلومترين إلى دفاعات عد بقيعو. وفي مراسم شهدت حضورا قفيرا من المواطنين يتقدمهم حاكم الإقليم الجنوبي السيد فريم قبر كريستوس، وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيدة أميتا نوغوسي، وأعضاء قوات الدفاع المرابطة في المنطقة والشباب القادمين من دباروا وسكان منطقة عد بقيحو. أضاءت شعلة ورساي لشعلة أخرى أكبر حجما أعدت في منطقة عد بقيحو على شرف المناسبة. وأوضح عضو الدفعة الخامسة للخدمة الوطنية الشاب كبرون من قسة أبا الذي شارك في الحرب الطاحنة التي جرت خلال الفترة من 22 وحتى 25 من مايو لعام 2000 في جبهة عد بقيعو، أوضح بأن البطولات والمعجزات التي سجلها أعضاء الخدمة الوطنية مقارنة بقوة العدو ليس لها مثيل. ومن جهة أخرى ألقى حاكم الإقليم الجنوبي السيد فريم قبر كريستوس كلمة ذكر فيها بأن الاحتفال باليوبيل الفضي لبدء الخدمة الوطنية وتأسيس ساوا في المنطقة التي حقق فيها أعضاء الخدمة الوطنية معجزات بطولية أدت إلى حماية السيادة الوطنية لها معنى خاص، ولا شك بأن الوطن سوف يزدهر ويتطور بشبابه. دعا وزير الزراعة السيد رفاين برهي في الاجتماع التقييمي لأنشطة الزراعة في إقليم القاشبركة والذي عقد في 24 من يوليو بمدينة بارنتو للدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وقال أن حماية التربة وحفظ المياه هو الأسلوب الأمثل لاستقرار البيئة ورفع الإنتاجية، داعيا العمل لتوسيع أنشطة ضمان صحة الحيوانات ورفع الإنتاجية وتوفير الأعلاف الخضراء وبناء خزانات المياه وتطوير الزراعة المروية. وأشار التقرير الذي أوضح الأعمال المنفذة في مجالات تنمية النباتات والثروة الحيوانية وحماية التربة وحفظ المياه والزراعة المروية وخدمات الرقابة في الإقليم، أشار إلى الأنشطة الجارية لحماية التربة وحفظ المياه وإعادة توزيع الأراضي الزراعية، كما نوه إلى أهمية تنظيم العمل وتوازنه في جميع المديريات. وحول صحة المواشي أشار الاجتماع إلى تضخيم أكثر من 913 رأس من الماشية وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 36 ألف رأس من الماشية.
وعمل الجرارات الحكومية في حراثة الأراضي بأسعار مناسبة وتقديم الدعم المهني والعيني للدفع بالزراعة المروية وتنفيذ الأعمال الرقابية للحد من الاستخدام السيء للمبيدات الحشرية والاستمرار في بناء سدود جولا وتنشآي ودك شحاي وكركاشة ومنقولة. وأوصت الورشة بضرورة منح الاهتمام لأنشطة حماية التربة وحفظ المياه وإعادة توزيع الأراضي الزراعية وتقييم أوضاع المجاري التحويلية للسيول والعمل الجاد في خطط تطوير برامج التدبير المنزلي وتنمية الزراعة المروية بالإقليم. قيم مكتب التعليم بالإقليم الجنوبي في يومي 23 و24 خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة مندفر أنشطته في العام الدراسي 2018-2019. وفي الاجتماع التقييمي الذي شارك فيه مسؤولي التعليم في الإقليم بالإضافة إلى المدراء والمشرفين التربويين عرضت الإيجابيات والسلبيات في البرامج التعليمية ب 12 مديرية بالإقليم، حيث تم التباحث فيها بعمق. وقدم مسؤول المكتب السيد هبتزق كيداني تقريرا مفصلا قال فيه أن نسبة الطلاب المسجلين في المراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية كانت هذا العام 191,961 طالبا، و12% منهم قاطعوا الدراسة بينما رسب 11% منهم ونجح 77%، داعيا إلى التعرف على أسباب المقاطعة وتعزيز الجهود لإيجاد الحلول المناسبة. وبعد أن أجرى المشاركون نقاشا مفصلا وحوارا معمقا في التقرير المقدم، قدموا آراء وتوصيات بناءة من ضمنها البحث عن إيجاد حلول للتخلص من الكتب التالفة، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة قلة المعلمين ومنح قضية توفير المستلزمات الدراسية الاهتمام الأكبر، وكذا بناء الأسوار في المدارس وغيرها من المقترحات والتوصيات. وقدم المدير العام للخدمات الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد غالاب تسفسلاسي توضيحا حول البرامج التي يجب تنفيذها منطلقا من التقارير التي قدمها مسؤولي التعليم في المديريات، ومناشدا مديري المدارس لتعزيز إسهاماتهم من أجل ضمان كفاءة العملية التعليمية. من جهته عبر المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نائب عن إيمانه بأن التحديات التي تواجه العملية التعليمية يمكن التخفيف منها وحلها بالقدرات الذاتية، مناشدا بضرورة العمل لحل هذه القضايا بالتركيز على الدراسات والبحوث وكذا التوزيع العادل للقدرات البشرية، كما أشاد بالمشاركة الجماهيرية في عملية تطوير التعليم الأكاديمي. هذا وتوجد في الإقليم الجنوبي 545 مؤسسة تعليمية بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. عقدت وزارة الأراضي والمياه والبيئة ورشة عمل في الفترة من 22 وحتى 24 من يوليو الجاري بقاعة كونفدرالية العمال حول إدارة غازات أجهزة التبريد والمعدات التي تعمل بها. وشارك في الورشة التي نظمت للشركاء ممثلون من وزارات الأراضي والمياه والبيئة والتجارة والصناعة والتعليم والطاقة والمعادن ومؤسسة القلال والماشية وشركة البحر الأحمر. وهدفت الورشة التي أشرف عليها الخبراء تبديل غازات أجهزة التبريد والثلاجات بشكل لا يؤثر على طبقة الأوزون والتعرف على نظم أجهزة التقانة الحديثة. وقال المدير العام لقسم البيئة سيد ماغوس واللي يهنس في الورشة أن غازات أجهزة التبريد والثلاجات لها تأثير سلبي على طبقة الأوزون كما تضر بصحة الإنسان، موضحا جهود وزارة الأراضي والمياه والبيئة منذ فترة طويلة للسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري وتنمية القدرات بهذا الشأن. من جانبه أوضح عضو قسم الأراضي السيد روبيل كبروم بأن الهدف الأساسي من الورشة هو زيادة وعي الشركاء وتقديم المعلومات الآنية للخبراء، داعيا العاملين في هذا المجال للحصول على موافقة الجهات المعنية والمشاركة في دورات التدريب. وأوضح السيد مارفين لوغا من منظمة تطوير الصناعة التابعة للأمم المتحدة لوكالة الأنباء إيرينا بأن التأهيل كان فاعلا لتركيزه على ظاهرة الاحتباس الحراري الذي أصبح حاليا قضية عالمية. هذا وأشار المشاركون في الورشة إلى أهميتها في أعمالهم، كما أكدوا على أهمية اكتساب المعرفة في عصر التقانة. أوضح المهندس مرهاوي قبر مريم مسؤول برامج حفظ المياه والتربة والتنمية المروية في مديرية السلي بأن الطلاب المخرطين في الحملة التنموية الصيفية ينجزون أعمالا فاعلة في مجال حفظ المياه والتربة. وأشار المهندس مرهاوي بأن الطلاب البالغ عددهم أكثر من 500 طالب يعملون في تسني وعلي قدر، وقد تمكنوا حتى الآن من تشييد أكثر من 34 ألف متر من المدرجات وحفر 8,000 حفرة وقرص أكثر من 7,000 شتلة.
من جهته أشاد الأستاذ يحدقو غاروي أحد المشرفين على العمل بالانضباط والتنسيق العملي الذي يبديه الطلاب. كما أوضح الطلاب بأنهم يعملون على تحويل الأراضي المنجرفة إلى أراضي خضراء، وكذا المشاركة في توفير بيئة سليمة من التعرية والتلوث البيئي، مشيرين إلى أن الحملة التنموية الصيفية تساعدهم في التعرف على مناطقهم وتنمية بيئتهم. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قتل 5 أشخاص على الأقل في تفجير انتحاري بكابول وفق إفادات أحد المسؤولين الكبار، مشيرا في ذات الوقت إلى انفجارين آخرين في العاصمة. وتأتي التفجيرات وسط تزايد أعمال العنف في كابول وغيرها من أنحاء أفغانستان، حيث لا تزال الحرب تحصد الضحايا رغم الجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان. ووقع الانفجار الأول حين اصطدم انتحاري بدراجته النارية حافلة في شرق كابول، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرة رحيمي. وأضاف رحيمي أن الحافلة تابعة لوزارة المناجم والنفط، محذرا من أن الحصيلة قد ترتفع أكثر. وأشار أيضا إلى انفجارين آخرين أحدهما بسيارة مفخخة في شرق كابول. هذا وتتفاوض الولايات المتحدة على اتفاق يؤدي إلى انسحاب القوات الأجنبية من البلاد مقابل ضمانات أمنية من جانب حركة طالبان، بينها التعهد بأن أفغانستان لن تصبح ملاذا آمنا للمجموعات الإرهابية. أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى في البحر تعبيرا عن غضبها من تدريبات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن، مما يعقد جهود إعادة إطلاق المفاوضات التي تراوح مكانها حول برنامجها النووي. وتجربة إطلاق الصاروخين هي الأولى منذ اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة، حيث اتفق كيم وترامب حينذاك على استئناف المناقشات. لكن هذا الالتزام لم ينفذ، بينما حذرت بيونغ يانغ مؤخرا من أن العملية يمكن أن تفشل إذا جرت المناورات في أغسطس كما هو مقرر. وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي أن صاروخين قصيري المدى أطلقا باتجاه البحر من وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وقطعا 430 كيلومترا قبل أن يسقطا. من جهته أدان وزير الدفاع الياباني عملية إطلاق الصاروخين، مشيرا إلى أن الصاروخين لم يسقطا في المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقاء مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريغا أن موسكو وهافانا ستبذلان كل ما في وسعهما لتعزيز التقاليد التاريخية القديمة. وأكد لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريغا في العاصمة الكوبية هافانا، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، أن روسيا وكوبا متفقتان على تهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى حل في فنزويلا ودعم الحوار، مضيفا أنه سيبذل قصارى جهده لضمان تعزيز التقاليد التي بنتها موسكو وهافانا منذ عقود في ظل الظروف الحديثة. وأعرب وزير الخارجية الروسي عن سعادته بزيارة كوبا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف سيزور كوبا في شهر أكتوبر من العام الجاري، مهنئا في الوقت نفسه الشعب الكوبي بيوم الثورة الوطنية الذي سيتم الاحتفال به في 26 من يوليو الحالي. هذا ويقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بزيارة عمل لكل من كوبا والبرازيل وسورينام. حطم زوج من الأحذية الرياضية المخصصة للركض صنع عام 1972، وهو من أوائل الأحذية التي أنتجتها شركة نايكي، رقما قياسيا عندما جرى بيعه في مزاد علني مقابل 437,500 دولار. وكان زوج الأحذية المعروف اسم نايكي مونشو، والذي صممه بيل بورمان مدرب الركض المشارك في تأسيس نايكي للعدائيين المشاركين في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية عام 1972. أهم معروضات أول مزاد على الإطلاق تخصصه دار سوزبي للمزادات في نيويورك للأحذية الرياضية.
وقالت الدار أن هذا السعر أصبح رقما قياسيا لزوج من الأحذية الرياضية يباع في مزاد، ولم يعرف على الفور المشتري في المزاد الذي أقيم على الإنترنت. وكان هذا الحذاء الأخير في مزاد لبيع 100 حذاء رياضي من إنتاج شركات مختلفة من بينها أديداس وإير جوردانز. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.